اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات حياه مهاجر بامريكا. كان الاستاذ محمد صلاح احد المتابعين للقناه سالني عن تجربتي في اول سنتين في امريكا. كان سالني تحديدا عن ازاي اتاقلمت على الشغلانه الجديده، ازاي اتعلمت انجليزي. فالنهارده هنتكلم عن الموضوع ده، فخليكم معنا. في الواقع اول لما بتبدا تعرف انك مهاجر خلاص تبدا المشكله. ازاي بقى؟ انت هتحس بالمشكله اول ما تبدا الناس تقول لك مبروك. لما تبدا الناس تعرف انك مهاجر وتقول لك مبروك، بس مبروك بالنسبه لك ما بتبقاش انت كرجل مسؤول وعندك 47 48 50 سنه مسؤول عن بيت واسره، ما بتبقاش فرحان، لكن بتبقى نسبة القلق أعلى من نسبة الفرحة إن أنت مهاجر أو هتحقق حلمك. الشباب مش هيبقى حاسس بكده، الشباب هيبقى خلاص يعني ده منتهى الأمل بالنسبة له، منتهى الحرية، خلاص هروح أمريكا. القصة مختلفة. أنا بتكلم تحديدا على سن الأستاذ محمد صلاح اللي هو بيقول إن هو 48 سنة. هتبقى قصة يعني موضوع أو إحساسك بالقلق أقوى قوي من إحساس الفرحة، لأنك مسؤول عن بيت وأسرة أولاد ورايح على حته جديده كده ما انتش عارفها، يعني مش عارف فيها حاجه. لكن الجزء الاكبر من انك مش هتحس بالفرحه قوي، وهيبقى في مشاعر كتير مختلطه على بعضيها. يعني الناس تقول لك مبروك بس انت من جواك مش حاسس بكلمه مبروك دي قوي. انت هتسيب اصحابك وهتسيب اهلك. انا هتكلم برضو عن الناس اللي هم عندهم ترابط اسري قوي، لان في ناس ما عندهمش. فلو ما عندوش الحته دي يعني يسكبها، يعني ما يتفرجش عليها. في اسر مترابطه جدا جدا جدا، في اسر ما تقدرش تعيش بعيد عن اهاليها. في اسر ابا عن جد، تلاقي الجد واخد الشقه في الشارع دوت والابن يموت نفسه عشان يشتري شقه في الشارع اللي وراه، وتلاقي الحفيد كمان نفس القصه. لو بعد يعني نص ساعه مشي ولا حاجه ده يبقى كتير. يعني في ناس كده في بيت العيلة وبيتجمعوا فيه في الأعياد، في ولاد الخالة ولاد العم والخالات والعمام والأجداد، في كده يعني نوع كده من المشاعر مش بتحسها غير لما تعرف انك خلاص مهاجر. ويمكن يكون شعور الهجرة لأمريكا أصعب شوية من شعور الهجرة لأوروبا ولا حاجة، أو اللي رايح اليونان ولا رايح إيطاليا ولا رايح فرنسا. برضه الموضوع ساعتين 3 4 يبقى في البيت. لكن امريكا الحقيقه يعني حاجه بعيده قوي، وده بيزيد الاحساس بالرهبه. سرقاك السكينه يعني، وبس بتمشي في اجراءات الهجره انك ما واخد القرار انك هتهاجر يعني. حته بقى الانسلاخ من العائله وان انت خلاص ماشي، ولحظات الوداع هي دي يعني من اصعب المراحل في موضوع الهجره. هي الشهر قبل ما تهاجر، طب الاسبوعين قبل ما تهاجر، طب اسبوع قبل ما تهاجر، طب خلاص مهاجر ماشي بكره، او بتودع اهلك ورايح مطار القاهره تركب عشان جاي امريكا. هي دي اصعب فتره واقصى فتره كانت انا يعني عشتها. سايب اخواتك بقى، وسايب عيلتك، وسايب والدك او والدتك، وسايب 47 48 سنه من ذكريات بقى، ومن خبرات، ومن سايب يعني حياتك كلها. فانت بتحس ان انت بتطلع من جلدك، يعني تحس ان انت قلبك بيتشق نصين يعني. طبعا في ناس مش كده خالص، في يعني ده حاجه، المشاعر والبني ادمين مختلفه عن بعضها. في ناس عندها قلب وناس ما عندهاش، في ناس بتحكم عقلها عن قلبها، وفي ناس مشاعرها بتغلبها. هو ربنا خلق ده مش حلو وده مش وحش، لكن ربنا بيخلق بعض الناس كده وبعضهم كده، يعني هو له حكمة في خلقه يعني. ودي لو انت عاطفي هتبقى اكبر مشكلة هتواجهك لما تيجي تهاجر امريكا الحقيقة يعني، مش حاجة تانية. وخصوصا برضو ان انت حتى جزء من العواطف والمشاعر ديت ان انت مش عارف المجهول دوت، وخايف على زوجتك واولادك، مش عارف الدنيا هتمشي ازاي مع يعني حاجه ما تعرفهاش، مجهوله.
ولكن برضو كأنك بتجري في تراك وبتجري ناحية هدف معين. انت ما بتبقاش، حتى لو انت قلق فانت رايح بتمشي في الاجراءات وتكشف عن الدكاترة وتقطع التذكرة وتركب الطيارة لغاية ما بتنزل مطار JFK، وتبدأ حياتك الجديدة هنا. وانتش عارف قوانين ومش عارف حاجة، حتى لبسك مختلف وشكلك مختلف وما انتش ماشي مع الدنيا يعني خالص. ولادك لابسين مختلف، دنيا مختلفة عن هنا يعني. الموضوع الحقيقة بياخد وقت على ما بتتأقلم حتى على الجو وعلى الطقس وعلى طريقة الكلام وعلى ردود الفعل. حتى وانت بتتكلم مع الناس ردود الفعل مختلفة عن ردود الفعل الشرقية بتاعتنا خالص، مش هي. تقدر تقول كده يعني ان انت بتكون خبرات من اول وجديد تماما، بتنسى اللي فات تمسحه وتبدأ من اول وجديد هنا. وخصوصا لو انت كبير، لان برضو الانسان الكبير ما بيتأقلمش بسرعة زي الصغير. الشباب ما فيهوش مشكلة، اسبوعين 3 شهر شهرين اولادك هيتأقلموا، هيروحوا المدرسة ويعرفوا مثلا يتكلموا كلمة يعني مصرية قوي مترجمينها انجليزي، ما يلاقوش رد فعل او يلاقوا رد فعل سلبي، فيبدأ يكتسب الخبرات ويوم عن يوم هيبقى عنده خبرات متراكمة فما يقولهاش تاني. يبدأ يكتسب طريقة كلامهم، طريقة ردود أفعالهم. فالأولاد في المدارس ما فيهمش عندهمش أي مشكلة خالص. أنت كرب أسرة وزوجتك اللي هتبقوا عليكم العبء الأكبر إنكم تتأقلموا يعني. موضوع بقى الشغلانة مش موضوع سهل برضه، خصوصا الناس اللي هم أشغالهم مكتبية أو ذهنية. بتبقى الموضوع صعب شوية عليهم. لكن تعالوا أوريكم الأول شجرة وبعدين نرجع نتكلم تاني. بالصدفة البحتة بصوا الشجرة دي كان فيها عاصفة امبارح، ما تعتبرش عاصفة قوية يعني، لكن شجرة زي ما انتم شايفين واضح من سمكها أو من قطرها إنها قديمة قوي، ولكن الريح كسرتها بالمنظر ده. دي شجرة الصفصاف اللي كنت متعود أصور تحتها للأسف الشديد يعني. زعلان جدا. يعني وقعت على السور بتاع الملعب، حاجة صعبة يعني. عاصفة يمكن خدت ساعتين ولا حاجة، لكن جابت الشجرة نصين بالمنظر ده. حاجة صعبة للأسف. دي محتاجة سنين طويلة جدا عشان شجرة بالحجم ده. شايفين طولها قد ايه؟ يعني ده هيجرنا الموضوع التأقلم. بالصدفة البحتة أنا لقيت الشجرة دي، بس الحقيقة لقيتها مرتبطة بالموضوع اللي هنتكلم فيه. لو أنت وقفت زي الشجرة ديت في وش الريح لشغلانتك اللي هي جديدة وممكن تكون يدوية وتكون شغلانة دنيا، لأن الإحصائيات هنا في أمريكا بتقول إن سبب تعاسة المهاجرين الجدد وخصوصا اللي هم كبار شوية في السن هي إحساسهم بأنهم بيحصلوا دائما على شغلانة أدنى من مستواهم العلمي. ودي هم عارفينها ودرسينها هنا في أمريكا كبلد هجرة يعني. ده مختلف عن إنك تكون عايش في بلدك وشغال شغلانة أنت سعيت لها سنين طويلة، وصلت لمركز معين فبتقع على راسك بقى. هنا بتبدأ من الصفر، تشتغل شغلانة يدوية، شغلانة دنيا. لازم إنك تاخد الشجرة دي عبرة، وإنك توطي مشاعرك، يعني تبدأ تحيد مشاعرك أو تحيد كبريائك. تحاول أنت من جواك تقول يعني لازم أكسر كبريائي عشان الدنيا تمشي. هتقابل كتير ناس، وهتقابل في البداية كمان ناس تتريق عليك. ممكن تلاقي حد يعني يعني مش بقول كل يوم وكل الناس هتبقى وحشة، لكن في ناس كويسة جدا، لكن في ناس هتقابلك تتريق، او في ناس هتقابلك تتك عليك لانك شغال شغلانة دنيا وعارف انك ما تقدرش تفتح بقك او يعني ترد عليهم، او ياخد الموضوع ده ان هو ايه يعني ذريعة او
طريقه ان هو يضايقك. في ناس مرضى نفسيين هتقابل، يعني مش هتقابل، فانت لازم تبلع ده ولازم تبلع طريقه معاملتهم ليك في الاول، لازم لغايه ما تتمكن عشان ما تتكسرش زي الشجره دي. الحاجه النصيحه الوحيده اللي ممكن انصحها لاي مهاجر جديد انه لازم يدرس. ازاي بقى؟ انا يعني ما اقولكش، كل واحد له اتجاهات معينه ويقدر يعرف هو بيحب ايه يعمله. هنا مش زي الدول العربيه، هنا الدنيا مفتوحه، تقدر تدرس اي مجال انت عايزه بدون اي مشاكل. فانا بنصح لو حد كبير شويه في السن يختار مجالات اللي هي دراستها قليله، 6 شهور 9 شهور سنه. من غير الدراسه دي مش هتتعب وهتفضل لغايه نهايه حياتك تعبان، او شغال شغلانه دنيا، شغلانه مش حلوه، لغايه ما تدرس. دي النصيحه الوحيده اللي انا بقولها لاي حد. لازم توطي عشان الدنيا تعدي، عشان الريح ما تكسركش. دي النصيحه الوحيده، وده اللي انا عملته يعني. لان انا فعلا لما تلاقي نفسك في مصر كنت شغال حاجه وجيت هنا لقيت نفسك تمسح بلاط ولا تمسح صحون، في البدايه لازم كلنا هنمرنا بالموضوع دوت. ولو صعبت عليك نفسك وبدات تكره، الكره يوم عن يوم هيزيد ومش هتقدر تعيش، هتتعقد خالص. في ناس كتير بتتعقد وتعيش طول عمرها متعقده من الدنيا هنا، مش طايقاها يعني. فانت لازم تكسر الكبرياء جواك، انت محدش هيساعدك، انت اللي هتساعد نفسك. وفي نفس الوقت تلاقي طريق او مخرج من الخروج من هذا المأزق اللي هو الدراسه، ومفيش حل تاني. واي حد يقول لك كلام غير دوت ما تصدقوش، لازم تهرب من مأزق الشغلانه الدنيا بالدراسه. الحلقه الجايه ان شاء الله هعمل لكم حلقه عن دراسه سريعه وممكن تشتغلها من البيت او من اي عياده طبيب او مكتب اوفيس بتاع دكتور او مستشفى كبيره. شغلانه هايله جدا، مريحه، تبقى قاعد على مكتب. يعني مفيش حاجه اسمها مريحه في امريكا، ما اقصد ان هي احسن من الاشغال الدنيا، غسل الصحون ولا غسل البلاط ولا مسح البلاط ولا تشتغل في محل تجزئه، تقف كاشير طول النهار واقف على رجلك لما بتموت يعني، وتتعامل مع جمهور الاف كل يوم، هتكره نفسك يعني. دي يعني افضل حل لو انت غاوي حاجه زي كده. ممكن في خلال سنه تبدا تمسك شغل كويس الى حد ما كويس، وبيقولوا دخله يوصل لغايه $60,000. فالحلقه الجايه ان شاء الله هتبقى عن الموضوع ده. يبقى بقى موضوع الانجليزي. ازاي اتعلمت انجليزي؟ انا الحقيقه كنت اعرف انجليزي كويس، يعني كانت هوايه، وربنا يعني حقق لي حلمي. انا اشتغلت في شركه كل تعاملها مع الاجانب، اول 10 سنين من حياتي اشتغلت في المينا. يعني مارست الانجليش، ان انا كنت بتكلم ليل ونهار انجليزي، وده ساعدني كتير الحقيقه. ولما جيت امريكا ما كانش عندي مشكله خالص في اللغه، لكن معظم الناس اللي بتيجي وعندها مشاكل في اللغه بتبقى هم المقصرين فيها. لان انت وانت عارف انك جاي امريكا او مهاجر لازم تدرس او لازم تعلم نفسك بنفسك. ما بقاش في حاجه النهارده اسمها تدفع فلوس عشان تتعلم، كل حاجه موجوده على الانترنت، ممكن تتعلم انجليزي بسهوله شديده جدا. هي استغربت قوي من الفيديو اللي فات، الناس زعلانه ان انا حاطط سبتايتلز بالانجلش، عايزين كل حاجه سهله يبقى ترجمه عربي فما يتعبش وما يدورش وما يشوفش وما يتعلمش. لكن الحقيقه كان غرضي ان انا احط ترجمه، مش ترجمه، سبتايتل بالانجلش، بحيث ان الناس تدور تعرف تقرا وتسمع وتتعلم. ده اللي لازم تعمله، انك تطلع يعني تبقى عندك كده قاموس لنفسك تعمله شخصي حتى من مصر. مش لازم، ما تستناش لما تيجي هنا وتبدأ تتعلم، تجيب قصص انجليزي وتقرا والكلمات الجديدة تطلعها وتعرف معناها وتكلم نفسك. مفيش مشكلة انك تكلم نفسك، كل الناس اللي اتعلمت انجليزي كلمت نفسها لو ما عندهاش فرصة انها تكلم اجانب يعني. دي افضل وسيلة لتعلم اللغة الانجليزية. والسنتين الاولانيين دول هيبقوا اصعب سنتين في حياتك لغاية ما تتأقلم ولغاية ما تعرف الدنيا ماشية ازاي، تتكلم ازاي، تصاحب الناس ازاي، تتماشى مع عاداتهم وتقاليدهم بدون الوقوع في اخطائهم ازاي.
وبعد السنتين بتتعدل حياتك خالص في امريكا، ما بيبقاش فيها ادنى مشكله يعني. وفي النهايه لا تنسوا دعم القناه بلايك وشير سبسكرايب، واشكركم والقاكم الحلقه القادمه ان شاء الله.